يعد طائر السمان أحد الطيور المستأنسة التي يتم تربيتها بالمنازل والضيعات للاستفادة بلحومها وبيضها. وتربية السمان تحتاج للعديد من الخطوات التي يجب الالتزام بها للحصول على نتائج مبدأ في عملية التكاثر بعد مرور شهر ونصف بعد الفقس. وللحصول على بيض صالح للتخصيب يفضل بيض السمان للذكور البالغة شهرين تقريبا، وذكور السمان التي لا تبلغ من العمر أقل من شهرين تكون نسبة الخصوبة لديها قليلة للغاية. وطائر السمان أو السلوى هو طائر يشبه في لحمه وبيضه الدجاج، ويقع تحت رتبة الدجاجيات، لكنه يختلف عنها بالقدرة على الهجرة والطيران في مواسم الخريف، وله عدة أنواع تصل ل 130 نوعا. يتميز طائر السمان بشكل عام عن غيره من باقي أنواع الطيور بعدة خصائص، كما يوجد اختلاف بين أنواع السمان المتعددة من حيث اللون والحجم والبيئة التي يعيش فيها. وعموما يمتلك السمان أرجلا طويلة لونها بني ومنقارا أسود اللون قصير وسميك، كما يمتلك ريشا مخططا وناعما موزعا وملونا بالأزرق أو الأسود أو البني أو العاجي أو الأبيض. ويتلون الجزء السفلي من جسده باللون البرتقالي المصفر، كما تنحصر قدرة السمان على الطيران ضمن مسافات قصيرة. يستخدم في أغلب الأطباق التي يدخل بصناعتها البيض، فيضفي على هذه الأطباق مذاقا رائع وشبيه بمذاق البيض البلدي، كما يعد من أفضل أنواع بيض الطيور، حيث أن نسبة الصفار به تزيد عن البياض بالمقارنة مع بيوض الطيور الأخرى، وبالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية. يتميز بيض السمان بأسعاره المرتفعة نظرا لفوائده العديدة، وينتج طائر السمان البيض بغزارة من أجل الحصول على كتاكيت بدون شرائها أو استيرادها من مناطق أو أسواق أخرى. كما يوجد العديد من تدرجات الألوان في البيض، حيث بالأزرق أنواع الطيور. ويعد السمان الياباني هو أحد أنواع طيور السمان العالم القديم، وجدت في شرق آسيا. يشكل البيئة الهادئة البعيدة تماما عن أي شكل من أشكال الضوضاء والآمنة من الاعتداءات الحيوانات المفترسة البيئة الأنسب لتربية طيور السمان والمشجعة لها للتكاثر ووضع البيض. كما يعد التحكم في الإضاءة عاملا مهما في إنتاج البيض، فطيور السمان في المزارع تتطلب ما يقارب 13 إلى 16 ساعة من الإضاءة يوميا، والتي توضع مباشرة فوق أقفاصها على أن تضاء نهارا وتطفأ ليلا كي يتسنى لطيور السمان النوم براحة. وتحتاج طيور السمان القش والتبن بشكل أساسي لبناء العشاشي التي تهرع في بنائها قبل وضع البيض، ويمكن مساعدتها على ذلك عن طريق توفير صناديق التعشيش، والتي قد تكون أواني بلاستيكية أو صناديق كرتونية صغيرة، بالإضافة للتبن والقش بالطبع، مع مراعاة أن يكون الصندوق أكبر حجم من السمان بقليل.
تختلف الحرارة المناسبة باختلاف أنواع الطيور، وفيما يتعلق بالسمان فتشجع درجة حرارة مئوية الذكور على البدء بالتكاثر وبناء العشاش، وتعد درجة الحرارة 21 درجة مئوية هي الدرجة الأمثل للحفاظ عليها داخل أماكن التربية خاصة في الشتاء البارد. أما خلال فصل الربيع أو الصيف تكون الحرارة مناسبة جدا. بسبب عدم احتواء أنثى طائر السمان لبيضها، يقوم مربو طائر السمان باستخدام حضانات تفقيس كهربائية لضمان حصول على نسل جديد من طيور السمان. وحضانات التفقيس يمكنها إنتاج العديد من الطيور السمان شهريا، ويتراوح عمر مكوث بيض السمان في الحضانات الصناعية فترة من 16 إلى 19 يوما. وهناك بعض الناس لا تتوفر لديهم إمكانية شراء حضانة تفقيس كهربائية كبيرة، لذلك يلجأ لاستخدام حضانات كهربائية صغيرة أو متوسطة الحجم حسب القدرة. هناك عدد كبير من المربين يستخدم طريقة وضع الدواء في مياه شرب طيور السمان، لكن يجب مراعاة إعطاء الجرعة المناسبة من العلاج دون زيادة أو نقصان، لأن كل زيادة أو نقصان يسبب مشاكل غير مرغوب فيها. كما يجب على المربي مراعاة درجة حرارة، لأن كمية المياه التي تشربها الطيور تختلف باختلاف درجات الحرارة.